انا مش فاهم ليه بتحاولوا دايما تصدروا صوره مهزأه عن نادي الزمالك. يعني ليه بتحاول تصدر صوره تخلي شكلك فيها قد كده وكده؟ دي يعني انا بحاول احترمك شويه يعني. عرفت انت ليه بتخسر دايما، وعرفت انت ليه في افريقيا كومبارس وفي ملطشه وحصاله ومالكش قيمه في القاره، لانك اصفر واسود من جوه. سبحان الله، والله صدفه، والله مش مقصوده. لون التيشيرت كده اللي انا لابسه، انت اصفر واسود، من جوه عندك صفار وسواد غير طبيعي. مع ان انا ساترك قبل كده يا اخي والله، وما رضيتش افضحك. كنت مزور وحرامي وسترناك قبل كده. ما سمعتش كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيقول لك لما زوروا امضه جده قال لنا ما تخلوش نادي الزمالك يطلع شكله مهين؟ بس زي ما قلت لك، الكيان حاجه، كيان كبير نادي الزمالك، لكن اللي ماسكينه الناس اللي ماسكه او بتقود نادي الزمالك ربنا يعيننا. ابطال فيلم الهروب الكبير، فاهم ازاي؟ يا جدع انت ده محمد هنيدي، فيلم كان كومبارس ايام طبعا نجم كبير وحبيبنا في فيلم الهروب الكبير. هو ده الزمالك كومبارس في فيلم الهروب الكبير اللي عملوه في ماتش الاهلي اللي فات. طيب انا هنا بخاطب ناس اللي موافقه على الفكر اللي هكلمك فيه وعلى الكلمتين اللي هقولهم لك دول سريعا، لان اكيد في ناس زملكاويه عاقله ومحترمه رافضه الكلمتين اللي هقولهم لك دول اهم. دي ناس مثلا انا ما اعرفهمش، صفحه زملكاويه اسمها بيج اسمها زمالك فور ايفر. فالبيج دي حضرتك لو انت عندك معاها مشاكل او هي ليها كلاشات او مشاكل مع اهلاويه تانيين انا ما اعرفش، بس الموقف ده اكيد موقف بتاع ناس تحترم عقلها، انها تنزل صوره الاخ محمد طارق. والله ما اعرفوش، انا مش بقلل منه، انا فعلا ما اعرفوش، بس هو بقاله يومين عارف انه مش معروف، فعايز تبدا الناس تتكلم عنه فيصير البلبله بحاجه تخص الاهلي، يحط الاهلي في جمله مفيده. الاهلي في ماتش الزمالك اتصرف صح، بس في الخفاء اتصرفنا في ايه؟ قلنا لك انسحب، انت اللي جبان، انت اللي جبان، انت ومجلس ادارتك وجريت، خدت بعضك وجريت وعملتوا اشباح، واحنا مش هنلعب ومش هنكمل الدوري، وحنفي في الاخر بتكملوا مسيره مرتضى، بس باختلاف الصفقات اللي كانت بتتعمل والسمساره اللي كانت بتتعمل. بس ده الاختلاف اللي بينك وبين مرتضى، والالفاظ والشتيمه، غير انتوا اسوأ منه كمان. فنزلوا له الصفحه البوست دوت وقالوا له انت مين يا حبيبي عشان تتكلم باسم نادي الزمالك؟ ناس طبيعيه، ناس لازم ترفض الموقف دوت، فشيء طبيعي، لان الناس زي ما افهمك ربنا يعرفه بالعقل. الاخ دوت طلع امبارح مع ابراهيم فايق، وادي الصوره دي هنزلها لك برده في الكومنتات عشان لو مش واضحه بالنسبه لك، وبيقول له ايه المشكله ان نادي بيراميدز ياخد الدوري المصري؟ انا مش عارف والله العظيم انت هتفوق امتى. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله في منافسه بيراميدز، بيراميدز ما بينافسنيش، هو حاليا بس في منافسه عشان خاطر المؤجلات والماتشات، وان احنا ما لعبناش الماتشين، هياخد على عينه ونخلص الدوري وخلصت بفرق 8 9 10 12 نقطه، زي ما هتخلص عادي. ده زي ما قلت لك دوري الهروب الكبير بتاعك يا جبان. لكن انت كانت تبقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك وتطلع تتكلم تدافع عن نادي تاني، منتهى الوضاعه، منتهى الرخص، وبعد كده ترجع تعاط وتصيح وتقول اصل انا ما عنديش امكانيات. اسمع بس التصريح ده عشان نهلك من الضحك. اصل هو بيقول لك ايه، بيراميدز ليه بيتحط له معوقات؟ هقول لك على تصريحين حلوين. بيتحط له معوقات او الناس بتحاول تعوقه او تعطله عشان خاطر الدوري. ده المبدا اللي قلت لك عليه بتاع الوحشه، ومشيها عشان خاطر انا الوحشه، تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. دول لقد سئمنا من الاحبه واولاد الاحبه. طيب ايها الاحبه، الاخ دوت من ضمن الاحبه، الناس اللي احنا بنحبهم، بيحاول يلهيك عن اللي بيحصل. بيراميدز اللي بتشوف ليه مجاملات فجه في التحكيم، ما بيتحكموش حكام دوليين، بيلعب الساعه 7 زي الاهلي والزمالك، ما بيلعبش الساعه 4. هتقول لي اشمعنى؟ اقول لك ان الاهلي والزمالك دول اكبر فريقين في القاره، فطبيعي في تسويق وفي اعلانات وفي تلفزيون وفي ناس في الشغل، فعايز تتابع انت. لكن الاسيوط البلعوطي الزلوطي ده بنيامين حنانيا مين يتفرج عليه؟ احنا حتى كاهلاويين ما نتفرجش عليه، خد بالك. بدانا بس نتابع اخر ماتشين، فاهمني؟ بدأنا ان الدوري قرب وقاعدين فراغ، او انا واحد من الناس اتفرجت على بيراميدز الاخر ماتشين، لكن ما بتابعوش. انا عارف الدوري دوت، ما دام الزمالك بالنسبه لي انا اهلاوي بنفهم يا ابني، احنا بنفهم الحمد لله. الزمالك وقع خلاص، الدوري خلص بالنسبه لي، انا عارف مين المنافس بتاعي. نقل من مجلسك او نوصفه، احنا ما بنقلش من مجلس الاداره بتاع الزمالك، نوصفه لان ده الوصف بتاعه الطبيعي، ده شيء طبيعي. لكن رحت ولا جيت، انت المنافس الاوحد ليا داخل البلد دي، مش داخل القاره محليا. انت المنافس الوحيد، باستثناء كل كام موسم يطلع كومبارس جديد كده يناكش فيها شويه وفي الاخر يقع، نفسه قصير مش طويل. فما دام الزمالك وقع انا مش هتفرج على بيراميدز. لكن بيراميدز بتحط له معوقات وبيتعادلوا ماتش من 41 دقيقه. طب بلاش دي. فاكر اخ محمد طارق؟ سنك تقريبا واضح ان انت من جيل الثمانينات زي حالاتنا، او الله اعلم شكلك جيل السبعينات، ايا كان. ما حدش قال لك ان كان في ماتش بين الزمالك والمقاولين كان بيحكمه رضا البلتاجي، الله يمسيه بالخير، وخد طوبه، اسمع البجاحه، خد طوبه او بيتقال كنزايه، خد كنزايه من جمهور نادي الزمالك. ما هو ربنا يعرفه بالعقل. المقاولين كان كسبان الماتش ده، خارج الشوط الاولاني كسبان 1-0 او 2-0 على ما اتذكر، تقريبا 2. المهم، مين هيضرب رضا البلتاجي؟ مين يضرب الحكم؟ الجمهور الكسبان. وبعدين جمهور المقاولين ما هو معروف يعني بيبقى موظفين بتوع النادي بس او بتوع الشركه،
فاكيد الكنزايه جت في وش رضا البلتاجي من جمهور نادي الزمالك. يحصل ايه؟ عودوا الماتش تاني من اول وجديد، مع انك انت تشيل الماتش المفروض يعني تبقى جامع من جمهورك. الراجل طالع عند المقصوره ما فيهاش حد الا جمهور الزمالك، خد الكنزايه في وشه وجاب دم متعور قام لغى الماتش. الماتش ده عاد بالكامل، ما اتعادش من مثلا الشوط الثاني والنتيجه 2-0 للمقاولين، لا، لكن الاتحاد بيعيد الماتش وانا قايل كده كده انه هيتعاد من بدري من نفس الدقيقه عشان خاطر بيراميدز مطرود من سموحه قدامه واحد فيلعب 10 حتى ل 40 دقيقه، برده رقم مش صغير بالوقت الضايع شوط كامل، هتلعب شوط زياده لاعب يعني. فدي اللي اسمها المجاملات، مش البيراميدز بتحط له معاقات. طيب اضحكك بقى، بص بتاع ممثل نادي الانسحابات للالعاب الرياضيه بيقول له ايه؟ جمهور الزمالك يريد رؤيه ناديه جامد مثل النادي الاهلي. انا نفسي ابقى جامد زي الاهلي لكن مفيش عوامل تساعدني. العوامل اللي عندك كلها عوامل نقص، صدقني، عوامل صرم زي ما قلت لك كده، صفار وسواد من جوه، ما عندكش اي مقاومات للاداره انك تخليك تقود فريق تحب تعمل منه بطل. ده اللي بنطلع بنشوفه منكم، الاصرام بس. طالع تتكلم احنا بيراميدز ما ياخدش الدوري، ما تخليك في حالك، ما يبقاش شكلك كده، ما تخليش شكلك كده انا ماسك لساني بالعافيه عشان خاطر بس الموضوع الواحد ما يتحاسبش لا اكتر ولا اقل. لكن انتوا الواحد لو هيوصفكم عايزين نقعد على مصطبه في الشارع، مش قاعده محترمه او نتكلم في فيديوهات او نطلع الفاظ معاكم مؤدبه. انتوا اقل الالفاظ واقل الكلمات حتى ما تقدرش توصفكم بالنسبه للوضاعه اللي بتقدموها. حرفيا بتقدموا وضاعه لكيان كبير. قلت لك قبل كده اللي انت بتعمله ده وضاعه يا محمد يا حبيبي، ما حدش يعني ما تسمعش لحد يسوحك هناك، لان احنا كل فتره بنسمع من حد كلكم بقيتوا حنفي. يطلع متحدث الرسمي مره احنا هنعمل ونسوي والاهلي بالجامل والدوري بالجامل. انتوا منظومه فاشله، انتوا ناس جايه بتعمل صفقات حراقه 40 سنه عبد الله السعيد بتشتروه فانت فاشل. انت جايب ده عشان تروح تقول لمرتضى انا لسعد عبد الله انت ما عرفتش تجيبه، او تدي ايحاء ان احنا خدنا عبد الله اهو رغم ان الاهلي ما كانش عايزنا ناخده وحط بند، وتجيب ناصر ماهر وتجيب مش عارف مين اي لعيب رغم ان ناصر مفيد مش هنكر، لكن عبد الله جايب لعيب وشه نحس يعني بالله ربنا. قعد عندنا 7 سنين مش عارفين ناخد افريقيا، مشي ربك فتحها علينا. بيراميدز بقاله سنين المسننه 4-5 سنين بيحاول حتى يوصل اللي هو بيوصل له ده مش عارف. مشي من بيراميدز الدنيا ماشيه معاه، يقول لك المنجاور السعيد يسعد، ده التعيس. فخليك مع عبد الله التعيس مالكش دعوه بينا. وعلى راي الكابتن احمد سامي مدرب سموحه والله قال لك عندنا فريقين ماشيين بنفس النمط، واحد بادعاء المظلوميه والانسحابات طبعا ده نادي الزمالك بين قوسين، واحد بسحب الاستثمارات وفي النهايه الدوري بيروح للاهلي. المستثمرين بتوع بنيامين حنان يعني. لحد كده مش عايز اطول عليك بس ما ترجعش تستغرب ليه النادي ده بيفشل، واوعى تنسى ان قلت لك ان النادي ده ما هيفشل والمجلس ده زيه زي مرتضى منصور. لحد كده تمام، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.